القطاع الخاص في الصومال يتولى مهمة تعويض غياب الدولة عن القطاعات الخدمية ليتحول إلى قوة اقتصادية تدير هذه القطاعات. فقد شيد على سبيل المثال عشرات من المستشفيات شكلت نقطة تحول في الخدمات الصحية بالبلاد. يقوم القطاع الخاص بدور مهم في الحياة والاقتصاد في الصومال، وفي السنوات الأخيرة وسع نطاق خدماته الصحية لتلبية احتياجات المواطنين من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة، وجلب أطباء أجانب أكفاء، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للأطباء الذين تخرجوا من الجامعات المحلية. وتعد البنوك التجارية العشرة التي تأسست في الفترة الأخيرة من أهم دعائم القطاع الخاص الذي توسع نشاطه الاقتصادي ليشمل الاتصالات وتوزيع الكهرباء والماء وتوفير الخدمات التعليمية، متمكنا بذلك حسب مراقبين من سد 70% من احتياجات المواطنين من الخدمات العامة. إلا أن السياسات التنظيمية تبقى ضرورية لتحسين أدائه. لم يختر القطاع الخاص الخدمات الأساسية، بل هو أمر فرض عليه، والحكومة الصومالية في هذه المرحلة لا تستطيع توفير هذه الخدمات بسبب إمكاناتها الضعيفة، لكن عليها إصدار تشريعات وإعفاءات ضريبية كي تحصل الطبقة الفقيرة على خدمات منخفضة التكلفة. وينقسم المواطنون بشأن تقييم أداء القطاع الخاص بين مشجع على ما يقوم به من سد الفراغ الحكومي وبين من يرى أنه ربحي لا يقدر ظروف المواطنين. في الماضي كانت جميع الخدمات الأساسية تحت إدارة الحكومة، اليوم هناك شركات خاصة تدير كل ذلك، سواء في مجال التعليم والصحة والكهرباء وغيرها. لقد أتاحوا كل شيء بسهولة، لذلك يستحقون التشجيع والدعم. خلال 3 عقود مضت حل القطاع الخاص محل الحكومة في توفير الخدمات الأساسية، ويبدو أنه سيبقى كذلك إلى أن توجد في البلاد حكومة قادرة على فرض سيطرتها على السعود كافة. عمر محمود، الجزيرة، مقدشو.